بيبدأ مسلسل الرعب ساوث اوف هيل مع واحدة اسمها ماريا، وهي ماشية في غابة شكلها مخيف وغريب جدا، وبتكون خايفة جدا وبتتصل باخوها ديفيد وبتطلب منه يجي يلحقها. وفجأة بيظهر قدامها ابوها واللي بيكون خسر حياته من فترة، فبتخاف منه جدا وبتمشي من الغابة قبل ما يوصل لها او يعمل لها اي حاجة. وساعتها بيكون في عرض لمعالج روحاني بيعالج واحدة عندها مشكلة في رجليها وبيخليها تقف في وقتها وهي سليمة. فبتروح له ست مع ابنها الصغير جيرمي وبتقول للمعالج ان ابنها حالته صعبة، فبيقرب جيرمي منه وبيبدأ يرمي عليه تعاويذ سحرية عشان يعالجه. وفجأة بتتحول عيون جيرمي وبيتحكم فيه قوة شريرة وبيهجم على المعالج الروحاني وبيعضه من وشه، فبيخاف كل الموجودين وبيهربوا بسرعة. وتاني يوم بتروح ماريا مع اخوها ديفيد لبيت جيرمي عشان تعالجه لانها شغالة معالجة روحانية هي كمان، ولكن ابو جيرمي بيرفض انه يخليها تعالجه وبيقول عليها نصابة وبتضحك عليهم، فمش بتهتم بيه وبتطلع عشان تعالج جيرمي. وبتطلب من امه محدش يدخل عليها الأوضة اثناء جلسة العلاج. وبتدخل ماريا الأوضة لكنها بتتصدم لما مش بتلاقي جيرمي جوه، وفجأة بتلاقي الباب بيتقفل لوحده وبتسمع صوت جيرمي وهو بيطلب منها المساعدة. فبتمشي ورا الصوت لحد ما بتلاقيه مستخبي تحت مشمع قديم، فبتشيل المشمع وفجأة بيخرج جيرمي من تحت المشمع وهو عينه لونها اخضر وفي وشه اثار دم، وبيخنق ماريا وبيكون عايز يخلص عليها. وفجأة بتتحول ماريا وبتتحكم فيه روح شريرة اسمها أباجيل، وأباجيل هي اللي بتاكل الكيانات الشريرة اللي بتعالجها ماريا. فبتهجم أباجيل على جيرمي عشان تاكل الكيان الشرير اللي جواه، ولكن جيرمي بيرجع لطبيعته مرة تانية وبيطلب منها تسيب له الروح الشريرة لأنها بتساعده ياخد حقه من جوز أمه. وساعتها بيهرب الكيان الشرير من جسمه وبيقدر ديفيد يدخل الأوضة، وبيتصدم لما بيلاقي أباجيل هي اللي بتتحكم في جسم أخته، فبيقرأ عليها تعويذة عشان يطلع روح أباجيل من جواها. ولما بترجع ماريا لطبيعتها بتكون خايفة جدا ومتعصبة من اللي شافته، وبتهجم على الراجل اللي فتح لهم الباب بعد ما عرفت انه مش ابو جيرمي وانه جوز امه وانه بيضرب جيرمي، وبتحذره انه لو قرب من جيرمي مرة تانية هي اللي هتحاسبه. وبترجع بعدها ماريا البيت وهي تعبانة جدا بسبب تحكم أباجيل في جسمها، وبتعتذر لاخوها لو كانت اذته، فبيقول لها انه كويس وبيعرفها انه خد فلوس من عيلة جيرمي. فبتتعصب عليه لان ابو جيرمي قاضي وممكن يلبسهم مصيبة ولا يسجنهم، لكنه مش بيهتم وبيقسم الفلوس بينه وبينها. وبعد شوية بيوصل صاحب البيت فبتديله ماريا جزء من الإيجار، وبتسأله لو ديفيد كان بيدفع الإيجار في ميعاده، فبتتصدم إنه ما كانش بيدفع الفلوس، فبتهديه وبتوعده إنها هتدفع له الإيجار كله. وبعدها بتشوف جارها داستي واللي بيكون معجب بيها، وبعدها بتروح ماريا لشغلها وبتقرا طالع في السوق مقابل الفلوس لحد ما بيزورها قس من المدينة اسمه إليا وبيقول لها إنه عايز يتكلم معاها عن أبوها، فبترفض وبيبان عليها إنها بتخاف من أبوها جدا ومش عاوزة تتكلم عنه ولا تجيب سيرته. وبيوصل ساعتها ديفيد وبيطرد إليا من المكان، فبيوافق إليا إنه يمشي وبيقول لها إنه يقدر يساعدها هي وأباجيل. وبالليل بيكون ديفيد مع صاحبه تاجر المواد المشبوهة في بار في المدينة وبيكون اسمه ويست وليه فلوس كتير عند ديفيد، فبيوعده ديفيد إنه هيرد له كل الفلوس في أقرب وقت، وبيسيبه وبيمشي عشان يسرق الفلوس. ولحظتها بيكون جيرمي في البيت وبيحاول جوز أمه إنه يضربه، وفجأة بيظهر الكيان الشرير مرة تانية وبيدخل جوه جسم جيرمي عشان يتحكم فيه ويدافع عنه. وساعتها بيروح إليا لماريا البيت وبيقول لها إنه كان صاحب أبوها إينوس زمان، وبيوريها علامة العين السحرية بتاعة الطائفة اللي كان أبوها زعيمها. فبتتصدم ومش بتكون مصدقة نفسها وبتسأله يعرف أبوها منين، فبيطلب منها تتحرك معاه وهيحكي لها في الطريق. وفي الطريق بيحكي لها إنه هو وأبوها كانوا صحاب، وبنته كانت موجودة في نفس اليوم اللي اتحرق فيه مبنى الطائفة، وهو نفس اليوم اللي اتلبست فيه ماريا بالكيان الشرير. وبيقول لها إنه هيساعدها تخلص من أباجيل بشرط إن هي تساعده الأول وتعالج بنته. ووقتها بيدخل ديفيد بيت عشان يسرقه، فبيتصدم لما بيشوف صاحبة البيت واللي بيكون اسمها شارلوت، وبتعرض عليه يفضل معاها وياخد الفلوس اللي هو عاوزها، فبيوافق. وبعدها بتوصل ماريا للمستشفى مع إليا، وهناك بيحبسها إليا مع بنته في أوضة، وفجأة بتفوق بنته واللي بيكون اسمها جريس وبيكون في كيان شرير بيتحكم فيها، فبتهجم عليه أباجيل وبيتقاتلوا هما الاتنين مع بعض لحد تاني يوم. وتاني يوم بيوصل ديفيد للمستشفى وبيشوف أخته بعد ما هزمت الروح اللي ساكنة جريس، وبيرجعوا كلهم على البيت، فبيودع ديفيد أخته عشان يروح لشارلوت. وبيتكلم إليا مع ماريا وبيقول لها إن أبوها عمل صفقة مع الأرواح الشريرة من العالم الآخر وقدر إنه يرجع للحياة مرة تانية، ومعاه جيش كبير من الكائنات الشريرة، والكائنات دي عايشة في أجسام ناس كتير حواليهم ومنهم جسم جيرمي. فبتتصدم ماريا وبتكون خايفة جدا لأن أبوها شخص شرير وممكن يدمر العالم كله. وتاني يوم بتقرر ماريا إنها تسيب المدينة كلها وتمشي، ولكن إليا بيحاول يوقفها لأنها الوحيدة اللي هتقدر تهزم روح أبوها وترجعه لعالم الأرواح مرة تانية. فبتقول له إنها لازم تمشي لكنها محتاجة توصل لأخوها الأول عشان تطمن عليه. وفي اللحظة دي بيكون ديفيد مع شارلوت في العربية، وفجأة بيظهر وراهم عربية شرطة
وبيطلب من ديفيد ينزل من العربيه عشان يفتشه، وبيزرع له كيس مواد ممنوعه في جيبه من غير ما ياخد باله، وبيقرر انه يقبض عليه ويروح بيه على الاسم بتهمه انه بيتعاطى مواد ممنوعه. وبتكون ماريا قلقانه على اخوها جدا، فبتروح البار اللي بيسهر فيه كل يوم، وهناك بتقابل ويست وبتساله عن اخوها، فبيقول لها انه مع شارلوت وبيديها العنوان، فبتسيبه وبتروح بسرعه على بيت شارلوت وبتسالها عن مكان اخوها، وبتعرف منها ان اخوها اتحبس بسبب انه اتمسك وهو معاه مواد ممنوعه. فبتستغرب ماريا وبتقرر انها تساعده باي طريقه عشان تطمن عليه. وفي السجن بيشوف ديفيد خيال لشخص بيتكلم بطريقه غريبه جدا، وبيكتشف ان الشخص ده مش حقيقي وانه كيان شرير بيحاول يتكلم معاه، وبيحذره انه لو ما بعدش عن ماريا هيخلص عليه وعليها. فبيخاف ديفيد جدا وبيقرر انه ينقذ اخته، وفجاه بينادي عليه الحارس وبيعرفه ان اخته جت عشان تزوره، فبيروح عشان يتكلم معاها، وبيكلمها في تليفون السجن وبيكون قدامه شاشه شايفها فيها. فبتوعده ماريا انها هتتصرف في الكفاله وهتدفعها عشان يخرج من السجن. وفجاه بيشوف ديفيد ابوه في الشاشه وهو بيحذره وبيطلب منه يخلي اخته تبعد عنه، فبيطلب ديفيد من ماريا تهرب من المدينه بسرعه وتسيبه في السجن، لكنها بترفض وبترجع البيت بسرعه، وبتاخد خاتم قديم بتاع امها عشان تبيعه في السوق، وبتعرض على واحده هناك عشان تشتريها، ولكن الست بتكون عاوزه تدفع لها $500 بس، لحد ما بيظهر داست فجاه وبيتدخل في الكلام وبيعرض عليها $2500. فالست بتتوتر وبتوافق انها تدفع $2000 وتاخده. فبتشكر ماريا داستي انه عمل كده عشانها، وبيحاول داستي انه يعزمها على الغدا لكنها بترفض لانها عايزه تطمن على اخوها الاول. وتاني يوم بيتحاكم ديفيد في المحكمه، وبيكون القاضي هو ابو جيرمي، وبيقرر انه يخلي مبلغ الكفاله $60,000 عشان ينتقم منه هو واخته. وبعد المحكمه بتروح ماريا مكتب القاضي وبتفكره زمان لما مضى على قرار القبض على ابوها قبل الحادثه اللي حصلت واللي بسببها انفجر مبنى الطائفه بتاعه ابوها، وبتقول له ان روح ابوها رجعت للحياه من تاني وناويه تنتقم من كل اللي اذوه وهو منهم، وبتوعده انها هتخلص جيرمي من الروح الشريره اللي عايشه جواه. فبيوافق وبيوعدها انها لو قدرت تعالج جيرمي هيطلع اخوها من السجن، فبتوافق. فبتخرج ماريا من السجن وبتتكلم مع الكيان الشرير اباجيل وبتقول لها انها مش واثقه فيه ولكن مفيش قدامها اي امل تاني، وبيقرروا هما الاتنين يعالجوا جيرمي عشان يخرجوا ديفيد من السجن. ووقتها بيكون ديفيد جوه السجن وبيتعرف على ضابط هناك بيعرض عليه هربه من السجن مقابل انه ينضم لعصابه اسمها عصابه الاخوه. فبيخاف ديفيد ومش بيكون عارف يقرر، لكنه بيوعد الضابط انه هيفكر في عرضه. وبالليل بيكون إيليا في محاضره في المسرح وبيلاحظ وجود الضابط بلبس عادي في وسط الحضور، فبيتصدم لما بيشوفه وهو لابس بنطلون وقميص لان الالوان دي هي الوان لبس جماعه الاخوه. وبيظهر على إيليا انه عارفهم وبيكون خايف منهم جدا. وبعد المحاضره بيروح مع ماريا لبيت جيرمي عشان يعالجوه، وهناك بتقول لهم ام جيرمي ان ابنها مع القاضي في الاوضه بيحاول يخلص عليه. فبتطلع ماريا بسرعه للدور اللي فوق وبتتصدم لما بتشوف جيرمي شايل تمثال من على الارض وبيحاول يخلص على القاضي، فبتسيب اباجيل تتحكم في جسمها وبتهجم اباجيل على جيرمي، وبيبداوا هما الاتنين يتقاتلوا مع بعض، وبتقدر انها تهزمه بسهوله وبتخرج الكيان الشرير من جواه وبتاكله، وبيرجع جيرمي طفل طبيعي وبترجع ماريا لشكلها الحقيقي. وبعد شويه بتوصل الاسعاف وبياخدوا القاضي عشان يطمنوا عليه، وبتروح ماريا تتكلم مع ام جيرمي وبتقول لها تاخد ابنها وتهرب لاي مكان، وبتقول للقاضي قبل ما يمشي انه لو اتعرض للولد الصغير تاني الارواح الشريره مش هتسيبه. وتاني يوم بيخرج ديفيد من السجن بامر من القاضي، وبيظهر ان المحقق اللي قبض عليه حطه في دماغه وناوي يرجعه للسجن تاني. ولما بيخرج بيلاقي شارلوت مستنياه، فبيركب معاها العربيه عشان يروحوا سوا. ولما بترجع ماريا البيت وبتلاقي ديفيد هناك وبتطمن عليه، بتبدا تحكي له عن اللي حصل معاها وانها قربت تحل المشكله وهتخلص من روح ابوهم للابد. وساعتها بيروح الضابط اللي اتعرف على ديفيد في السجن للبار بتاع بيترا مساعده القس إيليا، وبيحذرها الضابط انه عارف ماضيها لانها كانت بتساعد إينوس زمان وهو ناوي يخلص على اي حد من اتباع إينوس. وتاني يوم بيكون إيليا في محاضره جديده في المسرح وبيلاحظ ان الضابط دين موجود في القاعه، وفجاه بيقوم دين من مكانه وبيقول للموجودين ان إيليا شخص شرير وانه عمل صفقه زمان مع الكيان الشرير وعمل اخطاء كتير في الماضي وبيكون عايز يثبت انه شخص شرير. فبيحاول إيليا يوقفه ويطرده من المسرح، وبيساله لو كان يعرفه او شافه قبل كده، فبيقول له انه ما يعرفش دين لكن هو عارفه. وبعدها بيروح لماريا البيت وبيقول لها انه عايز مساعدتها عشان يخلص على جماعه الاخوه. وفي اللحظه دي دين بيروح لديفيد وبيطلب منه يركب معاه العربيه عشان يعرفه على باقي الجماعه، وبيلاحظ وقتها ان ديفيد متوتر بسبب مطارده ويست ليه عشان ياخد منه الفلوس. فبيوعده انه هيخلصوا من ويست بشرط انه يساعد الجماعه عشان تنتقم من إيليا. وساعتها بتوصل ماريا مع إيليا لبيتها القديم وبتكون خايفه جدا ومش عايزه تدخل البيت، لكنها بتدخل وبتطلع الدور التاني، وبينزل إيليا للدور الارضي عشان يستكشف المكان، وبيشوف وقتها محرقه في الدور الارضي
الارضي وبيحس بطاقة غريبة في المكان، وفجأة بتشتغل المحرقة لوحدها، وبتشوف ماريا في نفس اللحظة ذكرى من الماضي لأمها وهي مشنوقة، وبتطلب منها تهرب بسرعة من البيت، وفجأة بتشوف قدامها ميدالية متعلقة في حبل نازل من سقف الأوضة، فبتاخد ماريا الميدالية وبتهرب بسرعة من المكان مع إيليا. وبعد شوية بيروح دين مع ديفيد للبار، وهناك بيقابلوا ويست، وأول ما بيشوفوه بيقعد دين جنبه وبيكلمه في ودانه وبيحذره إنه يقرب من ديفيد مرة تانية، وبيروح بعدها لديفيد وبيقول له إنه حلله المشكلة، وويست مش هيطلب منه الفلوس مرة تانية، وبيطلب منه يروح معاه لمقر الجماعة عشان يعرفوا على قائدة المجموعة. ولحظتها بترجع ماريا البيت وبتتصدم لما بتشوف عامل البار تريفور وهو بيتخانق مع جارها داستي، وبنعرف ان هما الاتنين بيتخانقوا مع بعض عشانها هي، فبيقول لها تريفور انه معجب بيها لكنها مش بتهتم بيه وبتطلب منه يمشي. وبيوصل وقتها ديفيد لمقر المجموعة وبيشوف قائدة المجموعة واللي بيكون اسمها لاري، وبتحكي له الحقيقة وبتعرفه ان إيليا كان شريك لابوه إنوس زمان، وعملوا حاجات كتير غلط وعملوا صفقات مع ارواح شريرة من العالم السفلي. وفي يوم من الايام إيليا خلص على ابو دين، وكل اللي هي عايزاه دلوقتي من ديفيد انه يساعدها عشان تنتقم من إيليا. وبتروح وقتها ماريا البار عشان تسأل عن تريفور وتطلب منه يبعد عنها لكنها مش بتلاقيه هناك، وبتعرف من الموظفة ان ديفيد جه للبار من شوية ومعاه واحدة من جماعة الاخوة، وبيكون ديفيد مع دين وبيحاول دين يديله مسدس عشان يخلص بيه على إيليا، وبيعرفوا انه لو نجح في المهمة دي هيكون واحد منهم وهيحققوا له كل اللي هو عايزه، ولكن ديفيد بيرفض لانه مش واثق فيه، فبيتعصب دين وبيرش عليه مادة مخدرة، فبيبدأ ديفيد يشوف تهيؤات وبيحس انه فقد سيطرته على جسمه. وبعد شوية بيرجع تريفور لبيت ماريا مرة تانية وهناك بيتخانق هو وداستي، فبيستغل تريفور انه مش مركز معاه وبيضربه على دماغه فبيفقد الوعي. وبالليل بترجع ماريا البيت وبمجرد ما بتقفل الباب بيهددها تريفور بالمسدس بتاعه، وبيعرفها انه خلص على داستي عشان قلبها يكون فاضي وتوافق ترتبط بيه، فبتتعصب عليه وبتقول له انها مش موافقة، فبيضربها بالمسدس في دماغها، وساعتها بتتحكم اباجيل فيها وبتحاول تخلص على تريفور، ولكن ماريا بتمنعها وبتطلب منها تسيبه يعيش. واثناء ما بيتخانقوا هما الاتنين مع بعض بيستغل تريفور اللحظة وبيمسك مسدسه عشان يخلص عليها، وفجأة بيتضرب تريفور برصاصة في دماغه وبيخسر حياته، وبيظهر ان داستي لسه عايش وان الضربة جرحته لكن ما خلصتش عليه، وبيكون داستي مستعد يتحمل المسؤولية لكنها بترفض لانه كان بيدافع عنها، وبتخليه يشيل الجثة ويوديها يحرقها في المحرقة اللي في بيت ابوها. وساعتها بيروح ديفيد لإيليا وبيهدده بالمسدس اما يقول له حقيقة انه خلص على ابو دين او هيخلص عليه، فبيهديه إيليا وبيوعده انه هيقول له على كل حاجة. وبتوصل وقتها ماريا وبتقدر انها توقف ديفيد على اخر لحظة. وتاني يوم بيروح دين للكنيسة عشان يعترف للقس إيليا بكل اخطائه، وبيدخل اوضة الاعتراف ومش بيكون إيليا عارف مين اللي جوه الاوضة، وفجأة بينفخ دين دخان سيجارته فبيتشكل على شكل ايد، وبتحاول الايد دي انها تخنق إيليا، وبيهرب دين بسرعة من المكان وبتقع منه السيجارة على الارض، وبيجري وراه إيليا عشان يلحقه لكنه بيفشل وبيلاقيه اتحرك بالعربية خلاص. وبيرجع إيليا البيت وبيحكي لماريا عن اللي حصل معاه، فبتقرر تروح معاه عشان يخلصوا من دين، وبيسيبوا جريس وديفيد في البيت وبيتحركوا هما الاتنين مع بعض. وبيحكي لها إيليا ان قائدة مجموعة الاخوة هي ام جريس وعايزة تنتقم منه عشان خد البنت يربيها، فبتستغرب ماريا ومش بتكون مصدقة اللي هو بيقوله، وبتقول له لو كذب عليها تاني مش هتساعده. وفي اللحظة دي بيقرر ديفيد ياخد جريس عشان يهربوا من البيت لان دين عارف عنوانه، فبياخدها وبيروح بيها لشارلوت وبيطلب منها يروحوا يستخبوا في بيت الشاطئ، فبتوافق انهم يروحوا هناك، وبيظهر عليها انها غيرانة من جريس لان هما الاتنين بيحبوا ديفيد، فبتفضل شارلوت ترخم على جريس. وبمجرد ما بيوصلوا لبيت الشاطئ بتحاول شارلوت تقرب من ديفيد عشان تخلي جريس تغير، ووقتها بتروح ماريا مع إيليا عشان يوصلوا لبيت مجموعة الاخوة عشان يخلصوا منها، وفي الطريق بيقفوا عشان يرتاحوا شوية، وبتسأله ماريا لو كانت جريس عارفة حقيقة امها، لكنه بيأكد لها انه ما قالهاش قبل كده وان الموضوع ده فضل سر معاه هو لوحده. وفجأة بتيجي لاري تركن جنبهم وبتنزل تتكلم معاهم، وبمجرد ما بتقرب من ماريا بتتعب ماريا جدا وبتحس بصداع رهيب، وبتشوف وقتها الكيان الشرير اللي ساكن جوه جسم لاري، وبيقول لها الكيان الشرير انه عارف كل حاجة عن اباجيل وعايز يخلص عليهم هما الاتنين. وبعدها بتمشي لاري من المكان، فبتقول ماريا لإيليا ان الكيان الشرير ده قوي جدا وانه كل ما يقرب منها في يوم من الايام هتتعب وهتكون دي حالتها. وبيكون وقتها ديفيد واقف مع جريس عند بيت الشاطئ، وفجأة بيشوف دين وهو بيقرب بالعربية من بيت شارلوت، وبيكتشف ديفيد ان دين هو اللي كان بيبيع المواد المشبوهة لشارلوت، فبيطلع له ديفيد وبيتخانق معاه، وفجأة بينفخ دين دخان السيجارة وبيتحول لإيد بتخنق ديفيد، وبمجرد ما بيسيبه بيقع ديفيد على الارض وهو فاقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه جوه البيت وبيشوف دين وهو حاطط سكينة على رقبة جريس، وبتحس وقتها
تترا ان في حاجه غلط وان جريس في مشكله، فبتعمل طقوس سحريه عشان تحميها، وبتقدر انها تتحكم في دين. وبتكون تترا ماسكه في ايديها قطع سجق، كل ما بتقطع واحده منها بيقدر ديفيد يضرب دين لحد ما بتدخل رصاصه جوه جسمه وبيقع دين في البحيره. وبعد شويه بترجع ماريا وإيليا للبيت وبيتصدموا لما بيعرفوا اللي حصل، وبيطمنوا على ديفيد وجريس. وفجاه بيشوفوا قدامهم عربيه الشرطه، فبيهربوا هما الخمسه من المكان بسرعه. وبيدخل المحققين بيت شارلوت عشان يفتشوه. وعلى الناحيه التانيه بيرجع إيليا للكنيسه وبيطلب منهم يرتاحوا شويه لحد ما يشوف حل. وبيطلع يتخانق مع ديفيد لانه خرج من البيت وعرض حياتها للخطر. وفي بيت شارلوت بيكتشف المحققين جثه دين في الميه، والمحقق بيقرر انه يقبض على ديفيد وبيتهموا ان هو اللي خلص على دين. وبالليل بيروحوا جماعه الاخوه كلهم لمكان القس إيليا عشان يخلصوا عليه، فبيطلب إيليا منهم يستنوا في المكتب، وبيطلع هو الاول عشان يقابلهم. فبيقول له اخو دين انه هيخلص عليه عشان يعاقبه على اللي عمله في دين. وبتسمع جريس صوت جاي من الدور الارضي، فبتنزل بسرعه عشان تشوف مصدر الصوت، وبتتصدم لما بتشوف لاري قدامها والكيان الشرير هو المتحكم فيها. وساعتها بتحس ماريا بصداع رهيب في دماغها، فبتفهم ان لاري موجوده في المكان، وبتدخل بسرعه المكان عشان تنقذ جريس، ولكنها مش بتكون قادره تتحرك بسبب قوه لاري، لحد ما بتروح جريس تمسك ايديها. وفجاه بتكتسب ماريا قوه رهيبه وبتهجم عليها، وبتقدر انها تهزم لاري بسهوله، وبتسحب الروح الشريره من جواها عشان تتغذى عليها. وفجاه بيهرب افراد مجموعه الاخوه بعد ما لاري فقدت سيطرتها عليهم. وبتطلع تترا مع جريس لاوضتها وبتطمنها ان مفيش حاجه، وبتكون مبسوطه ان قوتها الخارقه ظهرت اخيرا، وبتقول لها انها ملاك وهي الوحيده اللي قادره تخلص من كل الشر اللي في العالم. ولحظتها بيظهر واحده تانية شبه ماريا، وبيكون في كيان شرير متحكم فيها، وبتكون الست بتخلص على شاب مجهول وبتاكل عينين الاتنين. وتاني يوم بيروح شخص مجهول لماريا وبيقول لها ان مراته لوسي بتخونه، وان في كيان شرير مسيطر عليها بيخليها تخلص على الرجاله وتاكل عينيهم. فبتستغرب ماريا ومش بتكون فاهمه هو بيقول ايه، لحد ما فجاه جسمه بيتشنج وبيقول لها انه بيشوف رؤيه لوسي وهي بتخلص على الرجاله. فبتهدي ماريا وبتطلب منه يشرح لها هو شايف ايه بالظبط. فبيقول لها ان مراته موجوده في فندق بارادايس، فبتاخده ماريا وبيتحركوا بسرعه على الفندق. ولما بيوصلوا هناك الراجل المجهول بيفقد الوعي، فبتنزل ماريا هي واخوها وبيدخلوا الفندق، وبيتصدموا لما بيشوفوا قدامهم جثه على السرير وعينين الجثه الاتنين مش موجودين. فبيخافوا وبيهربوا بسرعه قبل ما حد يشوفهم، وبيركبوا العربيه وبيهربوا بيها. ولما بيرجعوا للمكان اللي بتشتغل فيه ماريا بتطلب ماريا من الراجل المجهول انه يشوف لها مراته فين. فبيقول لها انه مش بيشوف الرؤى دي بمزاجه، وانه بيشوف وقت ما مراته بتخلص على الرجاله دول. فبتهديه ماريا وبتوعده انها هتحل المشكله وهتوصله بمراته مره تانية. وبعد شويه بيوصل المحقق لماريا وبيوريها صورتها وهي داخله الفندق وفي ايديها الراجل اللي لقوا جثته في الفندق. فبتتصدم ومش بتكون عارفه هي ازاي موجوده في الصوره، وبتشك ان اباجيل هي اللي راحت هناك وهي متحكمه في جسمها. فبتركب العربيه وبتتكلم مع الروح اباجيل وبتسالها لو كانت هي في الصوره. فبتصدمها اباجيل وبتعرفها ان مش هي اللي في الصوره. وبعد شويه بيجي جوز لوسي وبيقول لهم انه شاف رؤيه جديده، فبيتحركوا بالعربيه بسرعه وبيروحوا الجراج في المدينه. وهناك ماريا بتشوف جثه جديده وبتشوف قدامها لوسي واللي بتكون شبهها بالظبط. فبتتحكم اباجيل في جسمها وبتتكلم مع الكيان الشرير اللي في جسم لوسي وبيكون اسمها داليا. وبيظهر ان هي واباجيل اصحاب من زمان، وان داليا جايه لعالم البشر عشان تنتقم من اباجيل، ولكن اباجيل بترفض تتخانق معاها وبتقرر انها تسيبها وتمشي. وساعتها بتوصل جريس لبيت واحده سمعت ان امها كانت بتشتغل عندها زمان. فبتسالها جريس عن امها وبتبدا وقتها الست دي تحكي لها عنها وانها كانت بتشتغل عندها زمان لحد ما خسرت حياتها من 20 سنه، وبتقول لها انها ممكن توصلها بيها. فبتشكرها جريس وبتتحمس جدا وبتلف عشان تتفرج على جمال البيت. وفجاه بتتحول عين الست دي للون الاخضر وبتكون مسكونه بروح شريره جدا، وبتركز مع علامه في ظهر جريس وبتكون العلامه هي علامه الارواح الطيبه. فبتقرر الست دي انها تخلص عليها. وفي اللحظه دي تترا بتكون في اوضتها وفجاه بتحس ان جريس في خطر، فبتقرر تعمل طقوس سحريه عشان تضحي بنفسها وتنقذ جريس. ووقتها بيكون إيليا في الكنيسه متضايق وحزين بسبب الاخطاء اللي عملها في الماضي. فبتروح له ماريا وبتحاول تطمنه وبتعرض عليه تساعده عشان ينسى كل جراح الماضي. وبيروحوا هما الاتنين لمكتبه وبتقرب منه ماريا وفجاه بتتحول لداليا، وبيظهر ان الروح الشريره داليا كانت متشكله في شكل ماريا عشان يكونوا لوحدهم. وبتبدا داليا تهجم عليه عشان تسحب روحه منه وتاكل عينين الاتنين. فبيروح جوز لوسي بسرعه لماريا وبيعرفها ان مراته موجوده مع إيليا في المكتب. فبتجري ماريا على هناك، وبمجرد ما بتدخل المكتب بتتحكم فيها اباجيل وبتبدا معركه بين اباجيل وداليا. وبتقدر اباجيل المره دي انها تهزمها، وبترجع لوسي لطبيعتها مره تانية وبتختفي داليا
عدم الوجود. وبعد شويه بتلاقي جريس نفسها في مكان غريب جدا، وبتقابل شخص مجهول بيقول لها انه المرشد بتاعها في العالم السفلي، وبيوعدها انه هيوصلها بامها عشان تقابلها لاول مره من سنين طويله. ووقتها بتروح تترا تتكلم مع القس إيليا، وبتقول له انها هتساعد بنته عشان تهرب من المكان اللي هي فيه. وبتنزل بعدها تقعد في الغابه، وبتفضل تعمل طقوس سحريه غريبه. وتاني يوم بتعرف ماريا ان جريس وتترا اختفوا ومحدش يعرف عنهم حاجه. وبتكون جريس في العالم السفلي، وبيكون المكان حواليها كله ضلمه، وشكل الناس غريب ومخيف جدا لدرجه ان عيونهم مقفوله ومش بيتحركوا من مكانهم. فبيقول لها المرشد بتاعها ما تركزش معاهم وتفضل مكانها لحد ما يوصل الاتوبيس، وبيطلب منها تركب الاتوبيس لانه هيوصلها لحد امها. فبتشكره جريس، لكنها في الحقيقه بتكون خايفه منه جدا. ووقتها بتروح ماريا مع القس واخوها عشان يدوروا على بنته. واثناء ما هما ماشيين في الغابه بيشوفوا اثار تترا على الارض والكتاب السحري بتاعها. فبيفهم القس ان تترا اختفت بسبب انها عملت طقوس سحريه هدفها انها تحمي بيها جريس. وبيفتحوا الكتاب بتاع تترا وبيكتشفوا انها عباره عن خريطه، وجوه الكتاب رسمه للميداليه اللي مع ماريا. فبتستغرب ماريا وبتقرر تمشي ورا الخريطه عشان تفهم اللي بيحصل. وفي العالم السفلي بيظهر شخص مجهول لجريس، وبيقول لها ان تترا هي اللي بعتها عشان ينقذها، وبيطلب منها ما تركبش الاتوبيس وتهرب من المكان بسرعه. فبتسمع جريس كلامه وبتفضل تجري لحد ما بتلاقي نفسها في غابه. وفجاه بيظهر شخص مجهول تاني وبيعرفها ان تترا بعتته هو كمان عشان ينقذها. فبتطلب منه يوديها لامها، فبيوافق ولكنه بيحذرها لانها ممكن ما تقدرش ترجع لعالم البشر بعدها. وفي العالم الواقعي ماريا بتوصل للمكان المتحدد على الخريطه، واللي بيكون بيت قديم بتاع ابوها. وبيكون في ابو البيت بوابه بتفصل بين عالم البشر والعالم السفلي. وبتلاحظ ان مفتاح الباب هو الميداليه اللي معاها. فبتخرج ماريا من المكان وبتتكلم مع الروح اباجيل. فبتقول لها اباجيل ان مفيش حد يقدر يعدي من الباب غيرهم هما الاتنين، لكنها بتكون خايفه تروح هناك لانها خانت اهلها زمان عشان تعيش في جسم ماريا. ولكن ماريا بتقنعها وبيعدوا هما الاتنين من الباب وبيدخلوا العالم السفلي. وهناك بتشوف ماريا خطيبها اللي خسر حياته من سنين طويله، وبتكون مبسوطه انها شافته ومستغربه انه موجود في المكان ده. فبيقول لها ان تترا ضحت بنفسها مقابل ان هو واصحابه ينقذوا جريس ويرجعوها لعالم البشر. فبتشكره ماريا وبتكون مبسوطه انه هيقدر يساعدها تنقذ جريس. وساعتها بتوصل جريس لمبنى مهجور في العالم السفلي، وهناك بتشوف امها مشنوقه وموجوده لوحدها في المبنى المهجور. وبعدها بتوصل ماريا هي كمان، وبتتصدم لما بتعرف ان امها هي ام جريس. وبتعرف منها ان انوس ابو ماريا هو اللي عمل فيها كده لانها حاولت تهرب منه وهو بيعمل عليها طقوس سحريه عشان يخلي كيان شرير يعيش جواها. وبتقول لماريا انهم عشان يهزموا انوس لازم الثلاثه الاخوات يتحدوا. وفجاه بتتحول امهم لكيان شرير وبتكون عاوزه تهجم عليهم. وبيدخل المبنى مجموعه كبيره من الارواح، فبتهرب ماريا وجريس بسرعه وبيعدوا من الباب لعالم البشر مره تانية. وبمجرد ما بتعدي الناحيه التانية بتتخانق مع إيليا لانه كذب عليها وما قالهاش ان جريس تبقى اختها. وبتولع وقتها في البيت عشان تقفل البوابه بين العالمين. وبالليل بيكون ديفيد قاعد لوحده في البيت، وفجاه بيشوف على شاشه التلفزيون فيديو لابوه وهو بيتكلم معاه. وبيكون ديفيد وقتها تحت تاثير المواد المشبوهه. وفجاه بيلاقي نفسه في مؤتمر صحفي وفي حد بيقدمه للجمهور. وبيرجع بعدها للواقع مره تانية وعينيه بتتحول للون الاخضر لانه اتلبس من روح شريره. وقتها بيطلع إيليا عشان يطمن على بنته، وبيلاقيها وقتها وهي بتجرح في جسمها. فبيخاف عليها جدا وبيحاول انه يهديها، لكنها بترفض تتكلم معاه وبتقول له انها بتكرهه. فبتطلع لها ماريا عشان تتكلم معاها، وبتقول لها انها مبسوطه جدا ان بقى عندها اخت جميله زيها. وبتطلب منها تنسى كل خلافاتها مع ابوها لحد ما يخلصوا من اينوس للابد. وبتنزل بعدها تتكلم مع اباجيل، وبتكتشف ان اباجيل مش راضيه انها تخرج من جسمها طول السنين اللي فاتت لانها خايفه ترجع لعالم الارواح ويخلصوا عليها اول ما يشوفوها. وبتروح بعدها ماريا عشان تقابل اخوها، وبتلاحظ ان تصرفاته كلها غريبه. وفجاه بيتحكم فيه الكيان الشرير، فبتتحكم اباجيل في جسم ماريا عشان تتقاتل معاه، لكنه بيرفض يتقاتل معاها. وبيعرض عليها صفقه عشان ترجع لعالم الارواح بشرط واحد، انها تساعد انوس وتنفذ خطته انه يرجع بنته ليه. وبيظهر على اباجيل انها موافقه. وبالليل بتروح ماريا تتكلم مع داستي وبتقول له انها مسكونه بروح شريره ومش عايزه ترتبط بيه عشان تحميه من نفسها، لكنه مش بيهتم وبيقول لها انه بيحبها وعايز يرتبط بيها. وبتقرر بعد شويه ماريا انها ترجع مره تانية لاخوها عشان تعرفوا انهم تاني يوم هيسافروا لمدينه سانجلو اللي كانوا عايشين فيها زمان عشان يقابلوا ابوهم لاخر مره ويخلصوا منه. وتاني يوم بيتحركوا هما الاربعه للمينا، وهناك بيروح لها داستي وبيعرض عليها يسافر معاها. فبتستغرب هو عارف مكانها منين، لكنها مش بتهتم وبتوافق انه يسافر معاها. ولما بيوصلوا لمدينه سانجلو وبيروحوا البيت انوس القديم، بيلاقوا واحد من اتباع انوس قدام البيت وهو بيتكلم مع ناس عايزه تنضم للطائفه بتاعته. وبيدخل
فبيدخلوا كلهم البيت وفجأة بيتوهوا كلهم من بعض جوه البيت. فبتخاف جريس جدا وبتحاول تدور عليهم لحد ما فجأة بيظهر قدامها شخص غريب وبيخطفها. ولحظتها بيدخل إيليا واحدة من أوض البيت وفجأة بيلاقي نفسه في اجتماع مع أتباع إينوس، ولكنه بيتصدم لما بيشوف الناس اختفت فجأة زي ما ظهرت فجأة. وبيشوف قدامه شاشة تلفزيون صغيرة بيشوف جواها أتباع إينوس وهم بيتكلموا معاه. وبيروح وقتها ديفيد لجريس وبيحاول إنه يقرب منها، وبتلاحظ جريس إن الكيان الشرير هو اللي متحكم فيه، فبتضربه جريس بالقلم. وفجأة بيخرج ديفيد من الأوضة وبيسيبها لوحدها من غير ما يعمل لها أي حاجة. وبتكون ماريا مع داست في البيت وبيحاولوا يلاقوا باقي أصحابهم لحد ما بيشوفوا قدامهم أرواح كتيرة جدا. وفجأة الأرواح بتخطفها وبتربطها على ترابيزة معدنية. وساعتها إينوس بيدخل الأوضة على إيليا وبيفضل يخنقه لحد ما بيخلص عليه. وبيتنقل إيليا بروحه لعالم الأرواح، وهناك بيشوف قدامه بنت مجهولة بتعرض عليه إنها ترجعه لعالم البشر لمدة 30 دقيقة عشان ينقذ بنته، بشرط إنه لو فشل هيكون واحد من أتباع إينوس. فبيوافق إيليا وبيرجع لعالم البشر. وبتكون ماريا لسه مربوطة على الترابيزة الحديد، وفجأة بتشوف قدامها داستي وبتتصدم لما بتعرف إنه خسر حياته زمان في الحرب، وإنه باع نفسه لإينوس زمان عشان يرجعه لعالم البشر. وطول الفترة اللي فاتت كان إينوس هو اللي عايش في جسم داستي. وساعتها بتكتشف إن أباجيل باعتها وإن أخوها كمان باعها وشايف أبوه بيعمل الصح. فبتتصدم ماريا وبتفضل تصرخ لحد ما فجأة بتفقد الوعي. وبيروح بعدها ديفيد البار وبيقنع شارلوت وحبيبة سويت صاحب البار إنهم يكونوا من أتباع أبوه. وتاني يوم بتفوق ماريا وبتستغرب لما بتلاقي نفسها في أوضة كلها أبيض في أبيض. وبيقرب منها ديفيد لكنها بتتعصب عليه وبتطلب منه يبعد عنها. وبيظهر وراء أبوها فبتتعصب عليه وبتكون عايزة تضربه، لكنه بيهديها وبياخدها معاه. وبينزلوا يتمشوا في غابة غريبة ومخيفة، وبيبدأ يحكي لها ازاي قدر يضحك عليها طول السنين دي. وبيقول لها ان ابوها هو الوحيد اللي هيدلها على الطريق الصح. وبعد شوية بيوصل سويت صاحب البار للمكان وبيكون عايز يشوف حبيبته، ولكن ديفيد بيرفض وبيضربه وبيرميه من على السلم. وبيظهر ان الكيان الشرير اللي بيتحكم فيه قوي جدا. وبتروح ماريا مع ابوها لأوضة المراية، وهناك بتشوف اباجيل وهي محبوسة في المراية. فبتكون عايزة تتخانق معاها، ولكن ابوها بيمنعها وبيقول لها انها بياعة وخاينة، وانها خانته زمان عشان تهرب من العالم السفلي، وخانتها هي كمان دلوقتي. وبعدها بيرجعها ابوها لأوضتها وبيطلب منها تلبس فستان ابيض عشان يبدأ الطقوس السحرية بتاعته. وبيروح ساعتها سويت للشرطة وبيقول له ان ديفيد مسكون بروح شريرة، وانه خطف حبيبته شارلوت وحبسهم في البيت بتاعه في سانجلو، لكنه ما صدقوش. وبيوصل وقتها إيليا لأوضة ماريا وبيخليها تهرب من الأوضة. وبتروح لأوضة المراية بسرعة وبتشوف أباجيل وهي محبوسة في المراية، وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض. فبتخبطها ماريا وبتكسر المراية عليها، وساعتها بتدخل أباجيل جوه جسمها وبتتحكم فيها عشان تسيطر عليها. وبتنزل أباجيل للدور الأرضي وبتتخانق مع ديفيد وبتقدر تهزم الكيان الشرير بسهولة وبتاكله. وساعتها بيوصل المحقق للمكان وبيطلع عشان ينقذ شارلوت من الأوضة. وبيتصدم سويت لما بيلاقي حبيبته اتسكنت بروح شريرة هي كمان، وقبل ما يستوعب الصدمة بتقرب منه حبيبته وبتسكنه هو كمان بروح شريرة. وبيهربوا بعدها من البيت، وبتنزل جريس لاخواتها عشان تطمن عليهم. وبمجرد ما بتلمسهم بيطلع منهم نور كتير، فبيعرفوا ان التلاتة اتجمعوا مع بعض. فبيطلعوا لإينوس الأوضة عشان يخلصوا عليه، وهناك بيتصدموا هما التلاتة لما بيشوفوا أمهم لسه عايشة وبتقول لهم يسمعوا كلام أبوهم عشان يعيشوا معاه حياة أبدية. فبيعزمهم كلهم إينوس على الأكل، وبيقعدوا كلهم فعلا عشان ياكلوا، ولكنهم بيتعصبوا وبيقرروا يوقفوه عن اللي في دماغه. فبيروح إينوس عشان يطعن جريس، ولكن إيليا بيقف قدام بنته عشان ينقذها. وبيروح وقتها الإخوات التلاتة وبيستخدموا قوتهم الخارقة على أبوهم وأمهم. وفجأة بيختفي أبوهم وأمهم، وبتقدر ماريا وإخواتها يخلصوا من شر إينوس، ولكن سويت وحبيبته بيكونوا لسه هربانين ومحدش يعرف عنهم حاجة. وبيرجع تاني يوم الإخوات التلاتة لبيتهم عشان يرتاحوا شوية. وبمجرد ما بيفتحوا الباب بيشوفوا صورة ماريا على شاشة عملاقة، وبيعرفوا إن الشر لسه ما انتهاش من العالم والأرواح الشريرة لسه موجودة. وهنا بيخلص المسلسل. لو عجبك ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش أفلامنا. ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.